يو واش الخوت، جيسبر تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال. معكم خوكم عبد الرحمن في فيديو جديد. صراحة خوتي صافي فرقت الذكورة على نتاوي، والذكورة حطيتهم في بلاصة ونتاوي حطيتهم في بلاصة، ونقيت لهم الأمور كاملة، وغادي نوريكم كيفاش فرقتهم وعلاش فرقتهم، وهادشي كامل نشوفو ان شاء الله في هذا الفيديو. ما تنساوش معكم لي لايك سبسكرايب، وما تنساوش بارطاجيو معكم هذا الفيديو. تحياتي ليكم. السلام عليكم الخوت. ها هي الغرفه كيفاش ولات، ها نتوما، ها صافي داكشي مقاد القفوزه عاودت علفتهم ودرت لهم هاد الفكره اللي زوينه، قفز ملاصق مع قفز ومعلقين، عاوتاني هنا قفز ملاصق مع قفز ومعلقين، كيبقاو يعطيك واحد المنظر اللي زوين وما كيشدوش لك ليسباس بزاف، عكس ديك الساعه باش كنت داير قفز هنا وقفز هنايا، يعني كيبقى واحد الخويات ما بيناتهم، كيبان واحد الديكور اللي خايب بزاف. المهم نبدا لكم بعدا. هنايا شنو درت؟ فالقفيز اخوتي درت هنا عصفور دصاره صافي، تبارك الله اللهم بارك. وهنا كلارنس ها هو تبارك الله. بالنسبه لهنا عندنا زويجه ديال لي زانسيبارابل الروز تبارك الله، راهي الانثى في العشيش. هنا كانت واحد الزويجه حتى هي فرقتها، بقات هاد البلاصه خاويه. اما بالنسبه لهنايا عندنا الخوت، هاد الزويجه تبارك الله ما شاء الرحمن. شوف الجمال تبارك الله. ها هو الدكار، زويجه ديال الاسبانجل اللهم بارك. شوفوا الدكار تبارك الله، مستوى زوين تبارك الله. ياخذها ان شاء الله واحد الصديق الا تيسرات الامور باذن الله، ان شاء الله ياخذها والله يدير لي فيها الخير. هادشي اللي كاين. ها هي واحد الزويجه ديال الاينو عين حمراء، راه كانت بيضه تبارك الله ما شاء الرحمن. هنا عندنا خوتي الزويجه ديال لي زانسيبارابل اللهم بارك طيور فيشر. ها هو الدكار وها النتيوه، وراه تبارك الله راه بناو العش. ان شاء الله ندير لكم فيديو عليهم ونوريكم العشيش ونوريكم حتى اشنو درت ليهم باش تزوجوا لي الامور كامله ان شاء الله باذن الله. فدابا نمشيو للبلاصه ديال الديكور ونتاوي والله يدير الخير. ها هي بلاصه ديال الديكور، هنا درتهم في هذا القفيز الكبير، ها نتوما اللهم بارك. وبالمناسبه يعني راه هاد الديكور راه عزلتهم وان شاء الله راه غادي نبيعهم، اللي بغاهم راه مرحبا. ها نتوما تبارك الله. ها هما الخوت، عندنا بياسات ديال الهوغو، ها الرينبو تبارك الله. شوفوا تبارك الله، ها الرينبو عاوتاني، ها الرينبو اسبانجل دابل فاكتور، ها نتوما فول بادي الهوغو تبارك الله ما شاء الرحمن. ها نتوما تبارك الله بياس زوين تبارك الله. بالنسبه لهذا راه ماشي البيع ان شاء الله اللهم بارك ما شاء الرحمن. المهم الذكور حطيتهم كاملين هنا، درت لهم جوج وكالات اقتصاديين ودرت لهم جوج شرابات كبار، وغادا الامور مزيانه. وحتى بالنسبه للوقافات كثرتهم لهم باش ما يكونش شي عراكات بيناتهم اولا شي حاجه، فكلشي الامور الحمد لله غادا مزيان وتحت السيطره. هنا فوقهم درت الاناث، ها هما الاناث ها هما تبارك الله. عندنا الرينبو، عندنا الهوغو تبارك الله، ها الرينبو اللهم بارك. الاسبانجل سينجل اللهم بارك، ها الهوغو تا هو. هادي واحد النشيوه اللهم بارك تبارك الله. الله يدير الخير اخوتي، اللي كما قلت لكم اللي باغي شي حاجه راه مرحبا. المهم بالنسبه لهاد بعدا نوريكم بعدا باش نقول لكم علاش فرقتهم وكاع الامور ان شاء الله. اوكي عندنا خوتي هنا درت الوليدات اللي باقي ما واجدين ما والو. ها هما الرينبو تبارك الله، ها الرينبو، ها الرينبو صافي. هادو هما البياسات الهوغو الرينبو داكشي اللهم بارك. ها هما درتهم في هاد القفيز، تا هما الوكاله الاقتصاديه. عندنا هنا الزويجه ديال الهوغو، ها هو الوليد تبارك الله راه خرج من العش، وراه باقي تبارك الله شي وليدات باقيين جوج تبارك الله في العشيش. فهذا هو السي اللي درت الخوت. هنا درت الوليدات، وبالنسبه لهنا درت الاناث، وهنا درت الديكور. وهذا هو الشكل ديال الغرفه كي ولا كيبان داكشي نقيو زوين. ومازال بحال دوك البلايص بحال هاد البلاصه اللي خاويه نقدر ندير فيه، نقدر نسد ليها داك الباب ونطلقها كامل لزويجه وحده باش يبقى يبان المنظر زوين، ما يبقاش يبان ديك البلاصه خاويه
صافي هادشي اللي كاين. اما بالنسبه للسبب علاش انني فرقت الذكوره على النتاوي، من بين اول الاسباب هو كما كنعرفوا الخوت كاع اللي كتدو معاه كيقول لك السوق طايح، السوق كذا لعيبات. يعني احسن حل هو انني نوقف الانتاج حتى ان شاء الله تمر هذه الفتره ديال الازمه ان شاء الله وباذن الله. وديك الساعه الا كانوا باقيين عندي شي زويجات ما تباعوش، ديك الساعه نبقاو خدامين بهم ان شاء الله. المهم دابا حاليا وقفت الانتاج لان الفراخ كيتكاثروا تبارك الله وكيخرجوا وليدات اكثر، ونسبه ديال الزوان خصني كيوليو كونسوميو كثر، فهمتي؟ يعني كانوا عندك نفرض واحد 10 ديال الطويرات وفرخوا لك، راه غادي يوليو عندك واحد 15 ولا 20 تبارك الله، يعني ما تبقاش قاد على الزوان. فلذلك وقفت الانتاج باش نبقى محكم غير في هاد الشويه ان شاء الله باذن الله حتى تستمر الازمه. راه ماشي شوف، راه اي ميدان سير غير نفرض نقولوا الذهب راه حتى هو كيهبط، وكعندو واحد الفتره كيهبط فيها وفتره كيطلع الاسعار ديالو. ف راه بحال ما هكاك الطيور، حتى هما راه جاتهم فتره ديال الازمه، ميمكنش يبقاو غاديين ديما غاديين خدامين، جاتهم واحد الفتره ديال الازمه ان شاء الله وغادي تمر. وديك الساعه الفريخات غادي يرجعوا للثمن ديالهم ويقدروا يرتفعوا كاع اكثر من الثمن اللي كانوا بثمن طبيعي. ونتمناهم الله التيسير والله يدير الخير اخوتي. فكما قلت لكم السبب هو انني الزوان ولا كيجيني قاصح بزاف، فلذلك وقفت الانتاج ان شاء الله والله يدير الخير. تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. لان ماشي من الساهل انك تعتني بهاد الزويجات تبارك الله كاملين، يعني صعيبه شويه، ماشي بحال اللي عنده جوج زويجات ولا ثلاثه كاع ولا حتى الربعه، يعني عادي. والله يدير الخير اخوتي، ما تنساوناش بلي لايك بالسبسكرايب، وما نساوش بارطاجيو معكم الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. ومرحبا بجميع المواليه. وهذه الغرفه ديالتي المتواضعه هي هذه، اللهم بارك ما شاء الرحمن. فكما قلت لكم الخوت السبب هو ان الزوان ولا كيجيني قاصح شويه، فمن الاحسن انني نوقف الانتاج وبما نيت ان شاء الله دازت هذه الازمه وباذن الله. فبالنسبه للخوت راه ما تقلقوا من والو، راه اي حاجه جا واحد الفتره ديال الازمه. نمشيو غير الذهب على سبيل المثال، الذهب بعض المرات كيطيح بعض المرات كيطلع، بحال الاثمنه ديال الديور بعض المرات كتسمعوا ان العقار هبط بعض المرات طلع، فهمتي؟ يعني راه بحال ما هكاك الخوت، يعني غير صبروا وان شاء الله ما يكون غير الخير وان شاء الله ما يكون غير التيسير اخوتي. فالله يرحم لكم الوالدين، غير ما تبقاوش تدللوا بالفراخ ديالكم. الله يجازيكم بخير. راه حشومه كاع بيروش ب 10 دراهم 5 دراهم، فبحال ما هكاك الخوت. فمن الاحسن ونصيحه مني لاي واحد عنده طويرات زوينين ومهلي فيهم، فاحسن حاجه انك تقدر ديرها هي خلي عندك دوك الطويرات، ما قديتيش عليهم. من الاحسن انك تفرق الذكر على النشوه ان شاء الله حتى دوز واحد الايام ورا ان شاء الله الطويرات راه غادي يترفع الثمن ديالهم. وكون على اكيد، وانا قلتها لكم الخوت، فاللي عنده شي طوير زوين ومهلي فيه وخدام عليهم فما تدللهمش واش مشيت بهم شي ثمن طيح. فاحسن حاجه هي انك تفرق الذكر على النشوه، وان شاء الله راه السوق غادي يطلع، وكون على اكيد. وهادشي اللي كاين اخوتي، وتبارك الله عليكم وتحياتي لكم، الله يدير الخير.